الله. إذا كان الجار لا يأمن جاره، إذا كان الابن يعق أباه، وإذا كان الأب يظلم ابنه، كيف نتراحم وكيف يرحمنا الله؟ إذا كان الواحد منا لا يسلم على نفسه حتى من أقرب الناس إليه. إنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمون، يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إذا كنا نعيش في مجتمع كالذئاب، كل واحد ينتظر الفرصة حتى يفتك بجاره، بصاحبه، بصديقه، بقريبه، لا نتراحم فيما بيننا، ثم نريد من الله أن يرحمنا. إذا وجب علينا أن نعذر القريب. القضية ليست بالتمني، ليس أن نتمنى رحمات الله، القضية أن نسلك مسلكها وأن نسير في طريقها. اسأل نفسك، آخر مرة انقلبت على جارك وسألت عن حاله متى كان؟ آخر مرة عفوت عن إنسان أساء إليك متى كان؟ آخر مرة أخرجت فيها من جيبك نقودا وأنت في أمس الحاجة متى كانت؟ تريدون أن ترحموا، تريدون من الله أن يفرج الهم وينفس الكرب ويغير الحال، وما زالت قلوبنا قاسية. وجب علينا أن نراجع أنفسنا، نراجع أعمالنا. نحن في أمس الحاجة لأن يرحمنا ربنا في اليوم الذي تكالبت علينا فيه الأعداء من كل مكان. نحن في أمس الحاجة أن يرحمنا ربنا في الوقت الذي ضيق فيه على هذا الشعب، شعب الإيمان والحكمة. نحن في أمس الحاجة أن يرحمنا ربنا، لن يرحمنا الله، لن يغير حالنا الله، لن يبدل واقعنا الله إلا إذا ترحمنا فيما بيننا. أما إذا عشنا كالذئاب قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شابع. عدت إلى بيتي في ساعة متأخرة فإذا امرأة عجوز قد احتوذب ظهرها وتجعد جلدها ونزل بها من الهم ومن الغم ما الله به عليه. قلت لها أماه ما الذي أخرجك من بيتك في هذه الساعة المتأخرة؟ قالت بني والله خرجت من الصباح لأطلب رزقا لأولادي ولم أجد لهم أي شيء إلى الآن، وإني لا أستطيع أن أدخل عليهم ويداي خاليتان. ثم نريد من الله أن يرحمنا. رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن وجب علينا أن نتعهدها وأن نسلك مسلكها وأن نسير في طريقها. فالراحمون يرحمهم الرحمن. أما إذا كان كل واحد منا سيقول نفسي لن ينظر إلى ابنه، لن ينظر إلى أبيه، لن ينظر إلى قريبه، لن ينظر إلى جاره، ثم يريد من الله أن يرحمه، وجب علينا أن نعيد النظر في هذه